السلام عليكم، ازيكم يا حبايبي؟ عاملين ايه؟ النهارده ان شاء الله هنعمل مع بعض الميني بيتزا. سهله وبسيطه جدا، تنفع لانش بوكسات، تنفع اعياد ميلاد. هشه وحلوه وطريه، وحتى لو باتت لتاني يوم. يلا بينا مع بعض نبدا وصفتنا، وقبل ما نبدا الوصفه ما تنسوش متابعتنا علشان يوصل لكم كل جديدنا. يلا بينا نبدا الفيديو بالصلاه على النبي عليه افضل الصلاه والسلام. انا جايبه معايا كيلو ونص من الدقيق، هنشيل منهم حبه صغيره للفرد. حطيت عليهم معلقه صغيره من الملح، وكيس من الخميره، ومعلقة صغيرة من البيكنج باودر، ومعلقة كبيرة من الزعتر الجاف، ومعلقتين لبن بودرة. ما عندكيش لبن بودرة، ممكن لو عندك بضاية تقومي حاطة بضاية عليهم معلقة الخل. ممكن كمان تحطي في العجينة معلقة خل من غير البضاية. تحطي معلقة الخل وتحطي عليها الفانيليا. هتقولي لي ايه ده فانيليا في المعجنات الحادقة وكده؟ هقولك لان انتي طول ما انتي ماشية طبعا جنب فرن ولا حاجة بتشمي ريحة. طب انا اشمعنى المعجنات بتاعتي ما بتطلعش نفس الروايح اللي هي بتبقى في الافران دي او في الفرن؟ السبب في كيس الخميرة، هو كيس خميرة صغير. ريحته بتبان كده بس طعمه مش هيبان ان انتي بتاكلي حاجات حلوة وفي نفس الوقت حادقة، لا. الريحة بس هتبان كده جميلة معاكي، هتبقى في منتهى الجمال. انا النهارده عجنت بميه. طبعا انت عايزه تعجني بلبن اللي انت عايزاه، بس انا عجنت بميه، يعني مره كده ومره كده، وكمان صراحه ما كانش متوفر عندي اللبن. انا مش محدده لكم بقى كميه الميه، لان انا ممكن اعجن بدقيق غير اللي انت بتعجني بيه. ممكن انا هنا عندي مثلا اخدت في حدود 4 كوبايات ميه مثلا. ممكن انت عندك ياخد اكتر من كده، ياخد اقل من كده. فانا الميه سايبه لكم مفتوحه، لان هي على حسب ما تلم العجينه منكم. او العجينه ما بقت بالشكل ده، مش مظبوطه اللي هي احسن حاجه. كان عندي نص كوبايه زيت، اخدت نص ربعها وسبت الربع التاني. اول ما لقيتها لمت كده وسابت ايدي، قمت حاطه الربع اللي بعد كده. خلصت العجينه، عجنتها كويس جدا، لازم العجينه تتخدم معاكي بالعجين. وبعد كده حطيت عليها سنه زيت من فوق، وغطيتها بالكيس زي ما انتوا شايفين كده. وحطيت عليها الفوطه، وطبعا اسيبها تخمر براحتها خالص. هنعمل بقى الصلصه مع بعض. جبت حله فيها حبه سمنه صغيرين، وحطيت عليها معلقه من الثوم المفروم، عليهم حبه الملح. حمرت كل ده، واول ما توصل للون اللي هو البامبي ده او اغمق سنه صغيره، هنقوم حاطين معلقه صغيره من الفلفل الاسمر. تشمي ريحه الفلفل الاسمر كده، وتقومي نازله بصلصه الطماطم بتاعتك، او عصير الطماطم اللي انتي ضرباه. نص كيلو بقى على حسب طبعا الكميه اللي انتي عاملاها. فانا النهارده عامله كيلو طماطم على الكيلو ونص من العجينه. حطيت 3 معالق كبار من الخل المركز. الخل بتاعي كان خل مركز. انت لو خلك مش مركز ممكن تحطي ربع كوبايه صغيره خالص. وحطيت معلقتين كبار سكر، هو سويت اند ساور. وبعد كده حطيت معلقه من الفلفل الاسمر، قلبت كل ده مع بعض كويس جدا. وحسبته على النار لحد الصلصه ما تتسبك معانا خالص. نيجي بقى للحشو. طبعا برضو الحشو على حسب الكميه بتاعتك. انا جبت طماطم وقطعتها مكعبات، وجبت الفلفل بتاعي فلفل الوان بيديها طعم في منتهى الجمال، وقمت مقطعاه مكعبات، وعليه كده قرن حامي اللي هي عشان تبقى حارشه معانا. طبعا القرن الحامي ده اختياري. وبعد كده جبت الزيتون. انا لقيت الزيتون كبير، فقمت واخداه كده بالمخرطه ورايح جاي رايح جاي. بقى هي اللي هو قطع صغيره معانا مش صغيره. الواحده اتقسمت نصين بس. تبلتها بايه؟ ملح وفلفل اسود وحبه بابريكا. ممكن انتي لو عندك مثلا حبه صدق في الفريزر تطلعيهم تحطيهم عليه، تقطعيهم قطع صغيره وتحطيهم عليه. ما عندكيش، يبقى تحطي بس رشه صغيره خالص من بهارات اللحمه. تقلبي كل ده مع بعضه. وانا حضرت بقيت حاجتي. عجينتنا خمرت وبقت جميله، بس في تركايه ان انتي ما تحطيش الملح على التتبيله بتاعتك غير لما تشتغلي منها، علشان بس الخضار بتاعنا ما ينزلش ميته. يعني يا دوبك انتي هتشتغلي تقومي حاطه ملحك، وما تزوديش الملح عشان في زيتون. انا اخدت العجينه وقرصتها على 3 قرص كبار كده، زي ما انتوا شايفين. وسبتهم يخمروا، وبعد ما يخمروا هجيب بقى حبه دقيق ونفرد عليها زي ما انتوا شايفين. حبايبي لو انتوا طالبين منه اي حاجة او عايزين مني اي حاجة ممكن اعملها لكم. انا تحت امركم. انا عيوني ليكم، اكتبوا لي في الكومنتات احنا عايزين كذا وانا هعملها لكم. فردت العجينة زي ما انتوا شايفين، مرققش العجينة على الاخر ولا اخليها سميكة، اخليها وسط. خير الامور الوسط. اتفردت معانا وبقت تمام. هنجيب بقى قطاعة. لو عندك قطاعة تمام، ما عندكيش قطاعة فانا اتصرفت، انا كمان ما عنديش قطاعة زيك. فانا اتصرفت.
كنت جايبة كوبايات كده لأطفالي في رمضان، اللي هي كوبايات رمضان، الطرف بتاعها حامي فبتقطّع معايا بسرعة، وقطّعت بيها بالشكل ده. السمك بتاعها لا رفيّعة ولا تخينة، زي ما قُلت لكم خير الأمور الوسط. ممكن بقى أنا عملت إيه، جِبت كوباية ودهنت قعرها حبّة زيت، وبعد كده قُمت عاملة إيه، فتحة كده في النُص بحيث إن هي تاخد معانا الحشوة بتاعتنا. مش حابة النقطة دي أو مش حابة التركاية دي، مش مهم خالص، ممكن تلغيها وتعملي عليها كده. الصلصة بتاعتي كانت بالقوام اللي انتوا شايفينه ده. بعد كده أخدتها دهنتها على كل واحدة بالشكل ده. هادهن كله، وبعد ما ادهنهم هاقوم جاية بقى حاطة عليهم الإيه، الحشوة بتاعتنا. الحشوة بتاعتنا اللي إحنا لسه عاملينها، اللي إحنا لسه حاطين عليها الملح قبل ما نشتغل على طول. هاخلّص برضه الكمية بتاعتي كلها، وبعد كده أقوم حاطة حبة الجبنة. ميكس الجبنة أنا جايبة ب10 جنيه أو بصراحة ب30 جنيه ميكس على الاتنين. ممكن انتي تجيبي ب20، ب10 جبنة تركي وكيس موتزاريلا أو في موتزاريلا بتتباع فرد. وبعد كده دخلتها على نار عالية. الرف اللي في النص طلعت معايا بالجمال ده، أو ممكن على الرف اللي تحته، طبعا كل واحدة أضرب فرنها على الرف اللي تحت. ولو عجبتكم الوصفة ما تنسوش متابعتنا. باي باي.